على مدار التاريخ كان الازهريين هم قاده الثورات، كانوا هم محركي الثورات. الناس دايما بتنظر الى الازهري او الشيخ الازهري او المعلم الازهري او الاستاذ الازهري نظره الاحترام والتقدير. الازهريين زيهم زي الشعب، يعني هم افراد من الشعب مش مختلفين عنه. كنا اكثر من 500 امام ازهري وعالم ازهري، ومعانا دكاتره جامعه واساتذه جامعه، وكنا بنتحرك في الميدان كلنا بالزي الازهري. لا تتخيل كل ما نقرب من الناس نلاقي تصفيق هائل جدا وترحيب من الناس وما الى ذلك. فالحمد لله احنا كازهريين ثابتين في الميدان زينا زي الناس، وبنثبت للعالم انه هذا النظام فقد شرعيته مش بس عند ابناء الشعب، لا كمان عند رموزه سواء من الازهريين العلماء او من طلبه الازهر او من غيرهم. هذا النظام فقد شرعيته عند الجميع. يوم الاربعاء كان مساله طريفه جدا. يعني تخيل ناس قاعدين في الميدان عادي ومسالمين والدنيا امان، وزي ما احد اساتذتي كان قال كلمه، قال يعني التخلف بتاعهم لما يحبوا يهاجموا ثوره الفيسبوك يهاجموها بجمال وحصنه. ايه ده؟ طب يهاجموها بشكل الكتروني مختلف، يعني يهاجم الفيسبوك بتويتر مثلا، لكن لا، ده جاي يهاجم الفيسبوك ببلطجيه راكبين على جمل وحصنه وماسكين سيوف ومطاوي، ويعني غزوه الكفار زي ما واحد من الشباب دلوقتي بيقول. فالحقيقه كلام ساذج جدا، يعني هذا نظام غبي يفضح نفسه. أنا لما أصبت في يوم الأربعاء، النهارده الصبح واحد شاف إصابتي جالي، جه سلم عليا وقال لي أنا بعتذر لك، والله حقك عليا إن أنا ما كنتش موجود معاكم في اليوم ده، أنا أول يوم أنزل النهارده، وشكلك كشيخ أزهري مصاب يخليني أثبت في الميدان دفاعا عن حقك وعن حق كل الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل حمزة قال والله لأقتلن به 70. الناس لما تشعر إنه حتى الأزهريين ينالهم من الأذى ما ينال الشعب، يعرف إن ده نظام متآمر وغبي، وما يفرقش عنده انه الانسان ده من حملة القرآن او من اهل العلم او له قيمة فكرية، ولا يعتبر ده. فالناس الحقيقة تستيقظ ضمائرهم بمثل هذا يعني. أكتر حاجة بتبسطني هي الناس وفقط، الناس باختلاف تنوعاتهم. البنت المحجبة جنب البنت اللي كاشفة شعرها، جنب الراجل العجوز، جنب الشاب الصغير. كان في أطفال يعني من شوية صغيرين هنا في قدام الحتة اللي أنا ببيت في نفس المكان ده، كان قدامي هنا كان في مسيرة ماشيين بنات كلهم صغيرين بيهتفوا ضد حسني مبارك. هو ده أجمل حاجة في الميدان، إنه الشعب كله عن بكرة أبيه بكل طوائفه بكل طبقاته معارضة لهذا النظام الغبي. فيعني هذا أكثر ما يسعدني. والله وصحينا وكرمتنا رجعت لينا، والله وصحينا وكرمتنا رجعت لينا،
والله وصحينا وكرامتنا رجعت لينا، والله وصحينا وكرامتنا رجعت لينا. سيبك من المصالح دي مصر هي الصالح، سيبك من المصالح دي مصر هي الصالح، سيبك من المصالح دي مصر هي الصالح، سيبك من المصالح دي مصر هي الصالح. الرسالة وصلت والنتيجة حصلت، الرسالة